مساء الفل على كل الناس. النهارده ان شاء الله الاهلي على موعد مع مباراه مرتقبه مع فريق سياتل ساوندرز بطل امريكا الشماليه في الدور ربع نهائي كاس العالم للانديه. مباراه قد تبدو في نظر معظم الناس يعني انها مباراه سهله، مباراه مش سهله تماما. ليه؟ فريق سياتل في الاول وفي الاخر هو فريق بطل امريكا الشماليه. تاني حاجه، الناس اللي بتتكلم على فكره ان الكره في امريكا متاخره، لا خالص. الكره في امريكا كويسه جدا، بدليل المنتخب الامريكي تقريبا بيشارك بانتظام في كاس العالم للمنتخبات. احنا دايما بنبحث عن مشاركه كل 50 60 سنه، لكن امريكا بتشارك تقريبا بانتظام. تالت حاجه، الفريق عنده لياقه بدنيه عاليه جدا، وفي لعيبه مستوياتها كويسه جدا، وخاصه الجناح الايسر للفريق. تالت حاجه، الفريق 80% من قوامه لعيبه محترفه مش لعيبه امريكان، فانت برضو ما تقدرش تقارنه بفكره الكوره في امريكا والكلام ده، اللي هي اصلا فعلا الكوره متطوره عننا هنا في مصر. رابع حاجه وده الاهم، ان الكوره دايما علمتنا ان هي ما بتحترمش الاسماء، انت بتتعب وبتدي ربنا يوفقك ويكرمك. هتبخس بالفرقه اللي قدامك وتدخل لها باسمك وتاريخك، الكوره ما بتحترمش الكلام ده، وشفنا نماذج كتير على مر التاريخ الكوره عملت ايه فيها. تشكيل النادي الاهلي النهارده تقريبا هو اللي كان في ماتش اوكلاند سيتي، باستثناء تغييره فنيه واحده. يعني في الغالب هيلعب محمد طاهر مكان احمد عبد القادر. ان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله الاهلي ان شاء الله يعبر الخطوه دي عشان يدخل على الخطوه الاهم، وهو لقاء ريال مدريد. دي طبعا هتبقى خطوه تاريخيه ان شاء الله، التاريخ هيتكلم عنها بامر الله. هو الواحد دايما عاده في ماتشات الاهلي والايام المهمه اللي فيها ماتشات الاهلي بتبقى ماتشات كبيره، يعني ما بيحبش يتكلم عن حاجه خالص غير النادي الاهلي، لكن بتبقى في تصريحات مستفزه كده الواحد ما بيعرفش يعديها وخلاص. في تصريحات كده طالعه من الكابتن جمال عبد الحميد اول امبارح، اللي هي التصريحات اللي بيسموها تصريحات الترند. تصريحات جمال عبد الحميد على نمط تصريحات كبيرهم الذي علمهم السحر. كابتن حميد بيتكلم اول امبارح بيقول ان احنا بندافع عن حقنا، فاتحاد الكوره بيضطهدنا. الفار الله يرحمه بيعطل في ماتشات الزمالك. اصل احنا في مجلس الاداره ما بنسبش النادي الاهلي خالص، لكن هم اللي بيسبونا. طبعا يعني للاسف التصريحات كلها كاذبه، الواحد يربى انها تطلع من واحد زي الكابتن جمال عبد الحميد. لكن هو جمال عبد الحميد يبحث عن الترند من يوم. جمال عبد الحميد طول عمره بيبحث عن الترند من ايام ما كان لعيب، والسلوكيات اللي ادت بيه لخروجه من النادي الاهلي، وبعد كده لما بقى مدير فني ما مسكش فريق وسطر معاه الا وداه غيابه النسيان. حتى وهو لعيب جمال، يعني انا ما اتذكرش الجمال مباريات كبيره، يعني انا ما عاصرتش كابتن جمال عبد الحميد في عزه. يعني كابتن عبد الحميد لما بدات شفته في كاس العالم، ما افتكرلوش غير ماتش مصر وانجلترا واحنا خسرانين 1-0، والكره معاه منفرد بالجون، طلع عليه شيلتون، انبهر بشيلتون العظيم اداله في ايده. ده اللي انا فاكره عن جمال. وافتكر له تاني ماتش في اوائل التسعينات، كانت ماتش مباراه قمه بين الاهلي والزمالك، وحصلت حاجه كده تحكيميه ما عجبتش، راح جمال طلع كان على الخط بره بيشاور لجماهير الزمالك ينزلوا الملعب، يعني يعملوا مصيبه جوه الملعب. طول عمره باحث عن الترند. تمام. جمال حتى بقى لما عضو مجلس اداره فدايما باحث عن الشو دلوقتي، كل يومين ثلاثه ماسور التصريحات كل يوم نازله. يا جمال انت بتتكلم بتقول ان الفار عطل في ماتشات الزمالك. يا جمال انت الفار لما عطل في ماتش المحله انت جالك ضربه جزاء من الهوا كده وهم. بتتكلم بتقول ان احنا ما بنسبش مجلس اداره النادي الاهلي. يا جمال انتوا كل يوم بتسبوا مجلس اداره النادي الاهلي، وللاسف ان انت تكون قاعد وانت الناس اللي بتتسب دي كلها كانت زمايلك، وعلى راسهم الكابتن الخطيب، كان بينكم وبين بعض عشره وملح، وراجل كان زميلك في الملعب، فانت تسمح وتتفرج على التصريحات دي والشتايم كل يوم والسباب، وانت قاعد تتفرج على زميلك وعلى وشك ابتسامه كلها سخريه وكلها شماته. فيعني اللهم لا شماته يا جمال. في يوم من الايام السحر هينقلب على الساحر، واحنا ياما شفنا ناس كتير كانت بتسند اللي بيحصل ده، والكلام ده طالهم بالاذى. فجمال حتى لما كبر جمال طلع كان بيتكلم يقول لك ايه بقى، ان ايام وانا بلعب في النادي الاهلي، هو يعني لما كان بيلعب في النادي الاهلي جنب الكابتن محمود الخطيب، فايام كالوتشاي وايام هيديكوتي اللي هم مدير الفنيين التاريخيين النادي الاهلي، كان بيتكلم انهم كانوا بيجاملوا محمود الخطيب على حسابه هو. انت متخيل ان هيديكوتي وكالوتشاي وهيجاملوا مين؟ ده هيجاملوا الخطيب، محمود الخطيب هيجاملوه على حساب الكابتن جمال عبد الحميد. كابتن جمال عبد الحميد اللي انا شفت 100,000 استفتاء في مواقع مختلفه، مواقع زي في الجول ويلا كوره، ومواقع كابتن احمد حسام ميدو في البرنامج اللي كان بيقدمه ما حدش حتى ذكره في احسن 30 لاعب في تاريخ الكره المصريه. كابتن جمال عبد الحميد طول عمر الكابتن الخطيب الاسطوره بتحدى من رقم 1 يا رقم 2 بعد محمد صلاح لظروف عالميه محمد صلاح. لكن ما شفناش الكابتن جمال عبد الحميد اللي طالع يقول الكلام ده، شفناه حتى في ال 30 لاعب، مش في احسن 5 حتى. فكابتن جمال لا تبخسوا الناس اشياءها.
المفروض ان انت على كلام المستشار لعيب كبير ودول زمايلك وبشكل ديني كمان، انت ما ينفعش تتفرج على الكلام ده وتشارك في المهازل اللي بتحصل كل يوم. ربنا يهديك ويهدينا كابتن جمال. السلام عليكم.